الحريره المغربيه. الحريره المغربيه بطريقه سهله جدا جدا وسريعه. غادي نحتاجو من هاد الحريره مطيشه، عندنا 5 ديال المطيشات، عندنا 3 ديال البصلات، عندنا حنا نقولوا لهم قشمشات ديال الجداد بالشماليه، وكاين اللي يقولوا لهم القلوبات ديال الدجاج، وعندنا الكرافز تقريبا نص قبطه ديال الكرافز، نص قبطه ديال القزبر، ونص قبطه ديال المعدنوس. هاد القزبر غنخليو منه شويه، غادي نعملوه في التدويره الاخيره. عندنا الطماطم المصبره او صلصه الطماطم، او حنا نقولوا لها الصلصه في طنجه، صلصه ديال الطماطم مركزه. كنعملوا لها شويه ديال الماء، كندوبوها بشويه ديال الماء باش ما كتكورناشي. بالنسبه للتوابل عندنا الابزار، عندنا السكنجبير، عندنا الملحه، كل واحد والملحه اللي كيبغي على حسب الذوق ديالو، وعندنا القرفه عواد، عندنا العود ديال القرفه، طريب ديال العود ديال القرفه. السمن البلدي ما بقاش عندي، ان شاء الله غتكون عندي حلقه خاصه نديرو فيها السمن البلدي بالطريقه المغربيه. جبت الان غير ضامه ديال السمن غادي نستعملوها لانها جات على غفله هاد الحريره بصراحه. عندنا شويه ديال الشعريه ديال السفه، انا كندير الشعريه ديال السفه رقيقه، هذه الشعريه ديال السفه كيف ما كتشوفوا هي اللي كتعجبني انا في الحريره، كتجي رقيقه ما كتجيش كبيره بزاف. عندي تقريبا 3 ديال المعالق كبار، وعندي الطحين باش غادي ندوروا الحريره. غادي نقيس شحال ديال الطحين اللي غندوروا به الحريره، وغنقول لكم لان ما عارفاش حتى نشوف الكميه عاد غادي ندير. اذا لنبدا على بركه الله. كنستعملوا الخلاط الكهربائي ديالنا، هو اللي غادي نديروا فيه كل شيء. اذا كنقطعوا مطيشه، كنديروا بالتناوب، غنقطعوا مطيشه هي الاولى بهذه الطريقه، واخا قطع كبيره ماشي مشكل لان غادي تطحن. غنعملوا النصف الاول وعاد كنعملوا النصف الثاني باش يقدنا. هذا غنديروا النصف ديالها باش نديروها مع النصف الثاني. يعني سهله جدا جدا. كما تشوفوا شحال ديال الوقت غادي تاخذ، ما كتاخذش الطياب بزاف لان القلوب ديال الدجاج دغيا كيطيبوا. غنديروا البصله، البصله ديالنا. ما اسهلها هاد الحريره هادي، غتعجبكم بزاف ولذيذه. راه ماشي يعني سهله، راها ماشي لذيذه، راه ما شاء الله. راه اللي كيذوقها كيحماق عليها وكيطلبوا الوصفه. هذه وصفه سهله جدا بالنسبه للنساء العاملات. ربات البيوت ايضا الان كيعملوا في البيت، كيعملوا الشغل عادي بحال هنا، وكيعملوا الشغل هكذا في الويب. كنضيفوا شويه ديال القزبر غنخلي واحد شويه في الاخير كندور به انا، هو اللي كيعطي واحد اللذه للحريره. غنديروا شويه ديال الكرافز مع الثاني نديروا في التالي. غادي نديروا النصف ديال البقدونس او المعدنوس، انا كنترجم لكم. اذا غادي نديروا الماء ديالنا اللي غنطحنوا به. انا كنعدلها معكم لايف اليوم، ما قطعت والو، خليت كلشي نقطعو معكم. الماء ماشي مشكله، الماء ما نعطيكمش القياس، نتوما تشوفوا الماء اللي غيطحن لكم وكنكملوا العمليه ديالنا نفس العمليه.
كنزيدو 2 غراف ديال الماء، فيه يطرو 25 يعني يطرو ربع. الان شنو غادي نديرو؟ سالينا من الغراف ديالنا، اذا عندي التقاطق ديالي او قلوب الدجاج او قشاوش ديال الدجاج هكا كيقولوا لهم، حنايا نقولوا لهم الجداد بالطنجاويه. كنضيفو لاصوص الطوماط، وفي هاد اللحظه هادي من بعد ما غلى الطحين مزيان كنضيفوا الشعريه ديالنا، كنخلطوا حنا كنخلطوا باش ما تلصق ليناش، خلطوها مزيان، ولكن كنوضعوها من بعد الطحين باش ما يتعجنش داكشي. ونردوها فوق النار ديالنا، نعملوا الان النار متوسطه، وندوزو القزبر اللي خليناه شويه، اللي خليناه في الاول. قلنا لكم غندوروا به الحريره في الاخر، راه كيعطي واحد البنه هائله. غنقطعوه لان ما كانش مقطع في الاول مزيان، غادي نقطعوه مزيان. شويه علينا. المهم تفكرت قبيله ملي درنا الكوكوط الطيب، راه ملي شديناها وبدات تصفر راه حسبوا لها واحد 4 ساعات، لان بسرعه كيطيبوا ديك القشاوش ديال الدجاج ديالنا. واذا كان عندكم مثلا الحمص ولا كان عندكم الفول ولا العدس، هذا كنديروه في الاول وكنزيدوا المده ديال الطياب، يعني نخليه واحد نص ساعه من بعد ما تصفر الكوكوط ديالنا. ونقطعوا القزبر ديالنا مزيان صغير بزاف كيف ما كتشوفوا معنا. هو كيعطي واحد البنه زوينه بزاف في الاخير. هاد الخطوه كنت نسيت ما قلتها لكمشي، كنديروا في الاخير واحد البيضه كنخلطوها مزيان باش حنا ما درناش بزاف ديال العناصر. هذه كتعطيك كأن الحريره فيها بزاف ديال العناصر، الوجه ديال الزلافه كيكون زوين بزاف بالبيض. وهذه شيماء بيدها كتهضر لكم على الحريره. ما شاء الله كتجي حريره هائله لذيذه بزاف، كتجي حمراء وكتجي ايضا بديك البيضه اللي كنديروا في الاخر ولا 2 بيضات على حسب الكميه ديال الحريره. كتجي عامره كأن فيها بزاف ديال العناصر، وهي ما فيها غير الشعريه والبيض والتقاطق ديال الجداد ولا ديال الدجاج. الوغ غنذوقوها ونرد عليكم. ما شاء الله بنينه بزاف، وكنرافقوها مع التمر. وناخذ معها تمره وبالصحه والراحه.